ازاي ايريك تين هاج قدر يصلح مانشستر يونايتد الموسم ده؟ انت فعلا تحس ان في حاجه مختلفه، لان الفريق فعلا موجود في التوب فور وبشكل مرتاح، هو مش هناك بالعافيه يعني وبيزاحم. واكيد كلنا فاكرين في بدايه الموسم ده اول ما وصل وقرر ان انا هطبق الفلسفه بتاعتي من اول يوم، بدا ان هو يبقى شكله يضحك، وشفنا الفضيحه في ماتش برينتفورد والاربعه والغلطات اللي بالهبل اللي كانت بتحصل. ساعتها عجبني جدا تين هاج ان هو قرر ان لا، انا اللي انا بعمله ده مش هينفع، انا لازم اصبر. فبدل ما كان الاتجاه ان انا هبدا الهجمه من ورا وان لازم اوصل بيها لقدام بسرعه لمرمى الخصم او ان انا ابقى اعمل عليه خطوره، بقى الهدف ان لا، انا هبدا من على الارض بس مش لازم اوصل بيها لقدام، هبدا انقل الكره بين المدافعين بتوعي، هبدا ادخل لعيبه نص ملعب في اللعبه، هيبقى في عدد باصات كتير بيحصل، كاني من الاخر كده بعود اللعيبه دي تباصي بينها وبين بعض. فلما اللعيبه بدات ان هي تباصي مع بعض كتير، بدا يبقى في سيستم، بدا يبقى في شكل للفرقه، بدا واحده واحده يطلع بينهم تحركات. ارجع مثلا لماتش ارسنال بتاع الدور الاول، والاختلاف الاكبر بقى ان نفس اللعيبه اللي كانت متعوده ان هي بتدافع وبتجري، بس حاليا بنشوفهم بيلعبوا ضغط عالي، بتقلل كتير قوي الفرص اللي ممكن تروح عليك. غير كده كمان بيساعدك تعمل هجمات اكتر، لان انت بتقطع الكره من مكان ما اتاخدت منك، وده اللي مخلينا فعلا دلوقتي نقدر نقول الفريق ماشي على الطريق الصحيح.